الفطور التركي بكل اختصار، ويلا تعالوا. تجربتنا اليوم في مخبز سيد أوغولار، فرن تركي، وكل المخبوزات التركية راح تلقاها موجودة في هذا المخبز، أنواع وأصناف وأشكال جدا كثيرة، وصراحة متحمس أجربها. ويلا خليكم مع المقطع. اخترت أصناف من المخبوزات التركية بحشوات مختلفة، ولأول مرة راح أجربها معاكم. ومباشرة رحت لأكبر ماركت شوك موجود في تركيا، وقررت آكل فيه المخبوزات التركية. دخلت الماركت وصراحة كنت مصدوم جدا بكبر ونظافة المكان. هذا أكبر شوك دخلته في كل تركيا. واشتريت العيران وبدأت في الأكل. أول شيء حنجرب اليوم كروسون بالشوكولاتة، صراحة مرة متحمس أجربه. بسم الله، مرة لذيذ. ثاني شيء عندنا بواتشا بالجبنة، خلينا الآن ندوقها. وهنا الجبنة غير جبنة الكشار، يلا بسم الله. مرة لذيذ ومميز، وإضافة السمسم أعطته طعم خاص. والشيء الثالث بواتشا بالجبنة البيضة، بسم الله. والله مرة لذيذ وأنصحكم تجربوه. وآخر شيء عندنا لليوم كروسون بجبنة الكشار، بسم الله.